في لحظة معينة بيبقى في صوت جواك بيقولك مش قادر أكمل. جسمك بيترعش، عينك مش شايفة كويس، ودماغك حرفياً بتحارب عشان ما تقفش. بس تخيل، مش إنك سهران ليلة ولا يومين 3، لأ، دي أسابيع من غير نوم. الناس فاكرة إن النوم رفاهية، بس الحقيقة النوم هو زر الريستارت اللي بيخلي مخك يشتغل طبيعي. من غيره كل حاجة في جسمك بتبدأ تقع واحدة واحدة. في تجربة شهيرة جدا سنة 1964 اتعملت على طالب اسمه راندي جاردنر. الولد ده قرر يثبت إنه يقدر يفضل صاحي أطول وقت ممكن، وفي الآخر فعلاً فضل صاحي 11 يوم و25 دقيقة من غير ما ينام. لكن النتيجة كانت مرعبة. في اليوم الرابع بدأ يسمع أصوات مش موجودة. في اليوم السادس بدأ يتهيأ له إن في حاجات بتتحرك حواليه. وفي اليوم العاشر بقى مش عارف يفرق بين الحقيقة والخيال. مخه دخل في حالة اسمها الهلاوس الإدراكية، يعني يشوف ويسمع حاجات مش حقيقية، بس بالنسبة له كانت حقيقية جدا. العلماء لما درسوا حالته لقوا إن المخ بيتصرف بغرابة لما يتحرم من النوم. المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والمشاعر بتبدأ تشتغل عشوائي زي كمبيوتر بيهنج، والمخ يبدأ يفصل أجزاء منه مؤقتاً بس وانت صاحي. وده اللي بيخليك فجأة تتكلم ومش عارف انت قلت ايه، تحس انك في حلم وانت فايق. بعد أسبوع من قلة النوم جسمك نفسه بيدخل في حرب. المناعة بتنزل، القلب يشتغل أسرع، وضغط الدم بيعلى، والهرمونات المسؤولة عن التوازن في الجسم بتتلخبط. حتى الإنسولين اللي بينظم السكر في الدم بيتأثر، وده معناه إن الجسم ممكن يبدأ يتصرف زي مريض سكر مؤقت. يعني مش بس دماغك بتتعب، كل خلية فيك بتحاول تصرخ نام بقى. بعد أسبوعين من الحرمان الكامل من النوم، الدماغ بتفقد قدرتها على التركيز. الكلمات تبقى متقطعة، والمشاعر بتتلخبط في بعضها. تضحك وانت متضايق، وتعيط وانت مش عارف ليه، كأنك شخص تاني جوه نفس الجسد. ولو استمريت كده لمدة شهر، اللي بيحصل فعلياً إن الجسم والمخ بيوصلوا لمرحلة الانهيار النهائي. درجة الحرارة بتتلخبط، النبض بيضعف، والنظام العصبي مش بيقدر يكمل. وفي لحظة معينة الجسم بيفصل غصب عنه، يعني ممكن تقع في غيبوبة نومية، حالة بيحاول فيها المخ يرجع نفسه للنوم القصري حتى لو بالقوة. وعلشان كده النوم بيتسمى الغذاء الرابع بعد الأكل والمية والهواء، ومن غيره الإنسان ببساطة بيفقد نفسه. النوم مش رفاهية ولا كسل، ده أكبر عملية إعادة بناء بتحصل لجسمك كل ليلة. وأكتر حاجة غريبة إنك ممكن تفقد عقلك قبل ما تفقد حياتك. يعني باختصار، لو حاولت تعيش من غير نوم لمدة شهر، انت مش هتبقى صاحي، انت هتبقى في كابوس مفتوح، عينك مفتوحة فيه، بس دماغك بتصرخ سيبني أنام. وفي النهاية النوم مش مضيعة وقت، ده الوقت اللي بتسترجع فيه نفسك. ولو وصلت لحد هنا فده معناه إنك من الناس اللي بتحب تفهم ليه بيحصل كده. ولو الفيديو ده شدك، استنى اللي جاي، لأن دي مش نهاية القصة، دي بداية سلسلة ماذا لو، اللي بنغوص فيها كل مرة جوه فكرة غريبة بس حقيقية. فلو حابب تكمل الرحلة دي معانا، اعمل اشتراك في القناة